السلام عليكم. دي أول حلقة من برنامج كبسولة رياضية. هيبقى برنامج أسبوعي. هيضم الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي والألماني والفرنسي اللي هم الخمس دوريات الكبرى في أوروبا، ومعاهم الدوري البرتغالي إلى حد ما. يعني هقول مثلا الترتيب والهدافين بس، وطبعا أهم حاجة في الحلقة دوري أبطال أوروبا. وهتكلم عن الدوري المصري برضو، وأي حدث أو أي حاجة مهمة حصلت الأسبوع ده في ليها علاقة بالكورة. يلا نخش في التفاصيل. الدوري الانجليزي، مانشستر كسب توتنهام 1-0، والسيتي كسب ويست بروميتش 3-2، وتشيلسي كسبت بورنموث 1-0، وارسنال كسبت سوانزي 2-1، وليفربول كسبت هدرسفيلد 3-0. وكده ترتيب الدوري الانجليزي بقى الاول ليتي طبعا 28 نقطة، ودي احسن بداية ليهم في اول 10 جولات. تاني مرة بعد اول مرة 2011 مع بيليجريني، والسنة دي برضو خد الدوري فيها، فهو كده غالبا يعني الدوري الانجليزي السنة دي محسوم للسيتي. الفريق المركز الثاني يونايتد 23 نقطة، وتوتنهام 20 نقطة. الثالث والرابع تشيلسي 19، والخامس أرسنال 19، والسادس ليفربول 16 نقطة. هدافين الدوري دلوقتي هاري كين 8 تجوان، واجويرو وستيرلينج ولوكاكو 7 تجوان. وطبعا اهم الحاجات اللي حصلت في الاسبوع ده في الدوري الانجليزي، محمد صلاح شاط اول ضربة جزاء ليه وضيعها. الدوري الايطالي، اهم ماتش كان في الدوري الايطالي الاسبوع ده كان ديربي الميلان واليوفي. والميلان خسر من اليوفي 2-0، الجونين حطهم هيجوايين. وروما كسب بولونيا 1-0، ولاتسيو كسب بنفيتو 5-1، ونابولي كسبت ساسولو 3-1، وانتر كسب هيلاس فيرونا 2-1. وترتيب الدوري الايطالي دلوقتي، نابولي 31 نقطة الاول، انتر 29 نقطة المركز الثاني، يوفي 28 نقطة المركز الثالث، رابع لاتسيو 28 نقطة، خامس فريق روما 24 نقطة. هدافين الدوري الإيطالي، الأول إيموبيلي 14 جون مهاجم لاتسيو، تاني واحد إيكاردي 11 جون، تالت واحد تينيز وديبالا 10 تجوان. الدوري الأسباني الأسبوع ده مفاجأتين. أول مفاجأة إن ريال مدريد خسر من جيرونا اللي لسه صاعد من الدرجة التانية، اللي هو يعتبر أكاديمية لمانشستر سيتي، لأن في أكتر من 5 لعيبة ناشئين تحت السن بيلعبوا أساسيين في جيرونا تبع مانشستر سيتي. والمفاجأة التانية، فالنسيا عمالة تكسب. فالنسيا بقت المركز التاني دلوقتي، ودي أحسن بداية ليها من 2004، اللي هم جمعوا لحد دلوقتي 24 نقطة من 10 ماتشات. النتائج بقى، النتائج فالنسيا كسبت ألافيس 2-1، وأتلتيكو مدريد تعادلت مع فيراريال 1-1، وبرشلونة كسبت أتلتيكو بلباو 2-0، ريال مدريد خسر من جيرونا 2-1، اشبيليا كسب ليجانيس 2-1. ترتيب الدوري دلوقتي برشلونة في الأول 28 نقطة، فالنسيا الثاني 24 نقطة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد 20 نقطة. الهدافين، الأول ميسي 12 هدف، زازا مهاجم فالنسيا 9 تجوان، تالت واحد مهاجم فياريال باكامبو 8 تجوان. الدوري الألماني، بايرن كسب لايبزيج 2-0، هوفنهايم كسب بروسيا 4-2. والترتيب بايرن 23 نقطة، بروسيا 20 نقطة، لايبزيج 19 نقطة، هانوفر 18 نقطة. هدافين الدوري ليفاندوسكي 10 تجوان، اوباميانج 9 تجوان، فيرنر 5 تجوان. الدوري الفرنسي كل الفرق الكبيرة كسبت. باريس كسبت نيس 3-0، موناكو كسبت بوردو 2-0، ليون كسبت ميدز 2-0، مارسيليا كسبت ليل 1-0. ترتيب الدوري، باريس 29 نقطة الأول، موناكو الثاني 25 نقطة، ليون الثالث 22 نقطة، مارسيليا الرابع 21 نقطة. هدافين الدوري الفرنسي، الأول فالكاو 13 جون، كافاني 11 جون، نبيل فقير 9 جوان. الدوري البرتغالي الثلاث فرق الكبيرة في الدوري البرتغالي كسبت، والثلاث فرق الكبيرة المهاجمين بتوعهم هم هدافين الدوري البرتغالي. أوائل الدوري بورتو سبورتنج بنفيكا، في الهدافين بنفيكا سبورتنج بورتو. الدوري المصري، طنطا اتعادل مع مصر المقاصة 3-3 بعد ما طنطا كان كسبان 3-0، وحسين الشحات حط هاتريك اول هاتريك في الدوري المصري. وسموحه خسر من طلائع الجيش 1-0. الداخليه والاتحاد السكندري 2-2، والهاني سليمان صد ضربه جزاء تاني ماتش على التوالي. المصري خسر من الاسماعيلي 2-1. انبي كسب الرجاء 2-0. الانتاج خسر من المقاولين العرب 3-2، وبتروجيت كسب النصر 2-0، وادي دجله خسر من الزمالك 3-0. هدافين الدوري، عمر سعيد 5 تجوان، وجون انطوي وحسين الشحات ومانوتشو وكالديرون ومحمد فاروق وأوتارا وأربع تجوان. ترتيب الدوري المصري، الإسماعيلي الأول 16، المقاولين 14،
المصري 13 نقطة، سموحة 12 نقطة، الزمالك 12 نقطة. طبعا أهم حاجة في الحلقة دوري أبطال أوروبا. في 4 فرق صعدوا رسمي: بايرن وباريس والسيتي وتوتنهام. دول صعدوا دور 16 رسمي من الجولة الرابعة، وفاضل جولتين وفي مجموعات شبه اتحسمت. يعني الترتيب بتاع المجموعات: المجموعة الأولى يونايتد 12، بازل 6، سيسكا موسكو 6. المجموعة التانية باريس 12، بايرن 9، سيلتيك 3. المجموعة التالتة روما 8، تشيلسي 7، أتلتيكو 3. المجموعة الرابعة برشلونة 10 نقط، اليوفي التاني 7 نقط، تالت فريق سبورتنج 4 نقط. المجموعة الخامسة ليفربول 8 نقط، إشبيليا 7 نقط، سبارتاك موسكو 5 نقط. المجموعة السادسة السيتي 12 نقطة، شختار 9، نابولي 3. المجموعة السابعة بشكتاش 10 نقط، بورتو 6 نقط، لايبزيج 4، موناكو 2. الثامنة والأخيرة مجموعة توتنهام والريال. توتنهام الأول 10 نقط، ريال مدريد المركز الثاني 7 نقط، بروسيا دورتموند وأبويل نقطتين. نتائج الجولة الرابعة: روما كسب تشيلسي 3-0، يونايتد 2-0 على بنفيكا، سيسكا موسكو 2-1 على بازل، سبورتنج لشبونة 1-1 مع اليوفي، سيلتيك وبايرن 2-1 للبايرن، اولمبياكوس 0-0 مع البارسا، باريس سان جيرمان كسبت اندرلخت 5-0، اتلتيكو وكاراباج 1-1، بشكتاش وموناكو 1-1، بورتو ولايبزيج 3-1 لبورتو، اشبيليا كسبت سبارتاك موسكو 2-1، شختار كسبت فاينورد 3-1، ليفربول كسبت ماريبور 3-0، نابولي خسرت من السيتي 4-2. ده هو ماتش الجولة. وبروسيا وابويل 1-1. وهدافين دوري ابطال اوروبا لحد الجولة الرابعة: وسام بن يادر اشبيليا، وكريستيانو رونالدو ريال مدريد 6 جوان. والمركز الثاني محمد صلاح وهاري كين 5 جوان، ونيمار 4 جوان. في حاجة مهمة حصلت الأسبوع ده بقى، وهي إن الاتحاد الأفريقي أعلن خلاص على أحسن 30 لاعب داخل أفريقيا، وأحسن 30 لاعب أفريقي اللي هم في الآخر هيتصفوا 3 لعيبة هنا و3 لعيبة هنا، ويختاروا منهم لعيب. فالأحسن لاعب داخل أفريقيا في 5 لعيبة من الدوري المصري: جونيور أجاي من الأهلي، وأحمد فتحي من الأهلي، وعلي معلول من الأهلي، ومن الزمالك طارق حامد، ومن المصري بنصير. احسن لعيب افريقي عامه كان في 7 لعيبه عرب: محمد صلاح والحضري من مصر، وعلي معلول ويوسف المساكني من تونس، و... وكريم الاحمدي، وخالد بوطيب من المغرب، وياسين ابراهيمي من الجزائر. وحفل توزيع الجوائز هيبقى في اكرا العاصمه الغانيه يوم 4 يناير 2018. بس دي كانت كل الحاجات المهمة في الأسبوع، وعايز نستمر يعني يا ريت تعمل اشتراك للبرنامج. بس كده، سلام عليكم.